اللي صار معي اليوم أسوأ ما يكون. منح اللي صار معي مش مع حدا غيري، لأن لو حدا غيري كان مات، مش من وراء الإصابة شخصيا إنما من وراء الخوف. تخيل حالك طبيعي، الله رزقك الصحة والعافية، فجأة صرت معاق، مش قادر تسكر حكك ولا قادر تحكي ولا قادر تبلع، لأن أكيد مش حفيك تحكي إذا فكك علقان، كل الوقت عامل مثل المصدوم. جماعة رحنا عند دكتور الأسنان، حنكي علقان، علق حنكي. أبشع شيء ممكن يصير معك بحياتك إنه يعلق حنكك. أول شيء بتأثر كثير إذا مش مفهوم شو عم بحكي، بس أنا حنكي علقان، حنكي حاليا علقان، ما عم فيي شكله، بس خلق والله العظيم قسما بالله إنه حنكي علقان، أقسم بالله. مش عارف شو بدي أعمل، أفكر عند الدكتور، مش عم فيي أحكي، ما عم فيي أحكي. الله يلعن الشيطان، بدها سيرجري، بدها عملية جراحية. عارف حالي صار عمري 99 سنة، مش عم فيني أفكر شيء. الله بحكي مثل الخسيرة. اليوم رح لكم بالضبط كيف صارت، لأن حرفيا شفت كل البروسس قدامي. هاي أول مرة بتصير معي وعرفت ليش صارت معي. فأي حدا عزيز عليك إذا ما بدك تشوفه بهالحالة ضروري يسمع الفيديو. بداية بلش نهاري إني بدي نظف أسناني، عندي سن ورا بدي نظفه، فرحت على العيادة. بتعرف الدكتور بده يسوي لك أسنانك، لا كانت المشكلة من الدكتور ولا كانت المشكلة من شيء، كانت المشكلة فيي أنا شخصيا إني فتحت تم زيادة عن اللزوم ولوقت طويل، لفترة طويلة. تعرف دكتور الأسنان بده يفتح لك تمك، وكل ما بتفتح تمك أكثر كل ما بياخذ راحته أكثر الدكتور، لأنه في مساحة بيقدر يشوف أكثر بسنانك. فأنا عشان أعطي راحة زيادة عن اللزوم فتحت تمي زيادة عن اللزوم، يعني للآخر، ضليت فاتح كل الوقت هيك شادد على الآخر. هلا أنت فتحت تمك على الآخر هيك على الآخر شد، لا تعملهاش، مش منيحة، بس إنه تخيل حالك عم تعملها. فاتح تمك على الآخر، شادد حنكك هيك لتحت على الآخر لمدة 10 دقايق لربع ساعة متواصلة، هو عم يشتغل لك بسنانك. لما خلص شغل قال لي سكر تمك. حاول سكر تمي، أعمل واقف ما عم بيسكر، مش عم بيسكر. تعرف هاي اللحظة لما جسمك يخونك انه في شيء جديد، شيء غريب، شيء مش متعود عليه بالمرة. انه تخيل انت قضيت 20 سنة على هالارض تفتح تمك وبتسكره متى تريد اينما تريد، فجأة بلحظة بطل فيك تسكر تمك. فهي اذا كانت خطرة مش بسببها هي شخصيا، انما بسبب الصدمة اللي بتاكلها. هلا بالنسبة لي انا ما كنتش مصدوم صراحة، مثل ما شايفين بالفيديو عادي رواق، البين وبين حالي يمكن لحاله يرجع. هلا برتاح لي شوي، بروح على التخت، بروح على البيت، بريح حالي شوي، بنام، بفيق، بلاقيه راجع لمكانه. بس اهلي ما رضيوش بهالشيء ابدا، لان شكلي كتير غلط. فرجعت رحت على العياده، والدكتور كان شاطر، زبطنا، كبس لي تمي لتحت في طريقه معينه بيقدر يرجع لك الفك لمكانه. هلا ظهرت من العياده، اخيرا سكرته لتمي. يا جماعه هذا شيء اول مره بحياتي بيصير معي صراحه. بس الفكره انه تمي انا من زمان بقدر افتحه بقوه، فتبين انه الاعصاب بدها شويه راحه، ريحت شوي الاعصاب. اذا حدا صارت معه شويه مي سخنه على الفك ان شاء الله بيمشي الحال. بس كده شويه مي سخنه بيرخي الفك، بتريح حالك، لا تهلع. اهم شيء كن كدادي على لا تهلع. حدا داعي علي ولك؟ حدا داعي علي؟ فبس هيك الخلاصة، ما تفتح تمك للآخر نهائيا. ممكن تفتحه لثانية ثانيتين، طول عمري كنت افتحه لمدة ثانية وثانيتين وثلاث ثواني، بالأخص لما تعيط أو تعمل أو تسوي. بس إنك تفتحه لمدة 10 لربع ساعة متواصل شادد على الآخر، هاد شيء جدا غلط، لأن بيصير عندك تشنج بالعضلات. لما يتشنجوا العضلات الفك بيعلق، بيصير في جليتش. فهاللي صار معنا، قلتشنا. الحمد لله كل التعليقات جيدة إيجابية، الحمد لله على محبة العالم لنا، كل العالم بتحبنا. بس في تعليق مدري تعليقان من أصل 2000 تعليق، شو بيقولوا؟ اللهم إني شامت، بيكتب لي اللهم إني شامت. ليش يا عمري ليه؟ أنا رح كون أحسن منك وأقول إن شاء الله بأهلك، إن شاء الله بقرايبينك، الله يلعنك لما بقلبك تشمت فيه يا حيوان، تشمت ببلاء الآخرين، الله لا يردك، إن شاء الله بينمسح فيك الأرض. من شميت لشميت، لا اعوذ بالله يا اخي. الله يسامحك، الله يسامحك. بعد ما مسحنا في الارض. لا في واحد تاني بيقول لي من كتر ما انك حكيت على الدكتور فود وعلى العالم بشكل عام. لا انا بحكي على العالم، انا بحكي على العاهات يلي بالدنيا، حقي اعطي رايي فيها لابد الابدين. هدول العاهات انا بروح شهيد اذا يوما ما صار لي شيء، لاني عم بحكي عليهم، لاني عم جاهد اني ضبط المجتمع. مثل ما قلت لكم، انتبهوا على صحتكم، ما تفتحوش تمكن للاخر، بالاخص لفترات طويله، والا رح يعلق، واذا علق يمكن يوجع لكم راسكم، لان في احتماليه انه ما يرجع، واذا ما رجع صار بده مستشفى، صار بده طوارئ، بده حكيم يقعد يلعب لك بفكك لحتى يرجعوا لمكانه.